العذاب عندما يفوق قدرة الإنسان يتحول إلى ضرب من التسلية، أو من خلاله يحس المواطن أنه كائن له أكثر من قيمة وأكثر من اعتبار. صبي جحيمك يا قوى الشر، أقلعي الأظافر والأسنان، قطعي الأجساد إربا إربا، سلي الأرواح من بين الضلوع، فلن يفيدك ذلك شيء، ولن يزيد ذلك من عزيمة الأبطال إلا قوة وصلابة. لا فرق أن نكون في المحتشد أو خارج المحتشد، فالجزائر كلها خلال حكم الاستعمار كانت محتشدا كبيرا. والمجاهدون كانوا ينشرون الهلع في صفوف العدو بالصبر، بالتحدي، بالانتصارات، ويرددون دائما: نموت نموت وتحيا الجزائر. المطمورة كي جابوني من خرجوني من السجن من الدكان داوني البركة لهالمطمورة هذه. ايه والمطمورة هذه ماهيش غير هذه، كاين بزاف المطامر. ايوه كاين بزاف يعني تاع الدايرين هم فرنسا التعذيب. ايوه كل يوم يجيبوا الخلايق يبيتوهم ويدوا في الليل ثاني ويخرجوا ويتوقفوا. من جملتها انا في نفسي قعدت في هذه المطمورة، لاحوني في هذه المطمورة. ايه قعدت حتى قداش قعدت؟ قعدت في الحقيقة 27 يوم. ايوه 27 يوم انا هنا، خاطر كل يوم ندير هكذا شنطة هكذا ونحسب 27 يوم. وظلمة مغطية ولا عريانة؟ ظلمة نعمين مغطينها بواحد الزنقلة. ايوه بلا والمدة هذه قعدت فيها 9 أيام ما كليتش ما شربت ما ورد. 9 أيام الأولين. 9 أيام الأولين ايه ما كليت ما شربت ما ورد. خلاص حتى انت حتمت حشاك حتى يعني شربت البول نتاعي جيت حرقت بالليل. ايوه عيطت لهم قلت لهم على كل عدت نعيط هكذا. جاء واحد القوري طلع لي قال واش تدور؟ قلت له راني عطشان اعطيني الماء. قال لي كيف هذا الشيء ومازال ما يعني ماكش بردان تدور على الماء. راح جاب لي بيدون نتاع حشاك غساله نتاع اللي يغسلوا بها البطاطا والزرت كذا وفرقوا عليا في هذه الحفره هذه. ايوه ولات عليا يعني كانني في حوض نتاع. ايوه وكان يعطيك في الماكله من بعد ولا يعطيك في الماكله؟ بعد 10 ايام يعني نهار العاشر راح جاب لي واحد القوطي هكذا حطوا لي بالحبل ويمنكر بيا يعني باش يلحق لي حتى الحبل حتى يقعد قريب لي هنايا انا نجي نشد هو يعاود يطلعه. ظل تعذب انايا وانا من هذاك الشر وكذا ما نقدرش باش نوقف يعني ناشط هكذا. انتبهوا تعذب لي طايح على الحيط كذا هو يمنكر بيا. حتى يعذب لي مليح هكذا ومن بعد يعطيني. النهار اللي جاب لي النهار الاول خلاص جاب لي ويا بويون فيها يعني جزره واحده نتاع زروديه وواحده نتاع بطاطا. حتى القدوه من ذاك على 12 نتاع النهار. كذلك ثاني جاب هكاك شويه بويون وطرف تاع خبز حشاك هكا يابس مزنجر. ومن بعد النهار الثالث جاب هذيك البطاطا الملحيه هذه. اي ونهار الرابع جاب روز. المهم يعني كانوا يعطوكم مره في الماكله بعد 9 ايام نهار العاشر بداو يعطوك مره في 24 ساعه. مره في 24 ساعه نعم. وكان يعذب فيك ولا ما كانش يعذب؟ هنا في المضموره لا من اللي لحن هنا ما نزلش عذبني. ولكن كان يمنكر بيك. كان يمنكر بي حقته. وكان حتى من ثم كاين هذا والله حاجه يجيبها شاف واحد التربوله ويعود صايد فيا بالتربوله هذيك ويضرب بيا هنا بالحجاره. ينقح فيك من بلاصه. انا عميل. من هذه المطمورة في بريكة أخذه الجيش الفرنسي إلى مجرى ليقتلوه، ومن مجرى أخذه المجاهدون إلى جبل بوطالق
لتحفظه القدرة الإلهية ويعيش. لنترك عملية الموت إلى آخر الرحلة، ولنقم برحلة أخرى في هذا الجبل الأشم، جبل بوطالب في ولاية ستيف. إنه جبل متمرد ككل الجبال في الجزائر، لم يتوقف فيه إطلاق النار يوما واحدا. طائرات العدو دائمة التحليق والمراقبة، والمجاهدون لا يتوقفون عن نصب الكمائن والهجومات الخاطفة والمعارك التي تدوم أياما وأياما. النسور تبني أوكارها في القمم الوعرة في الجبال، وكذلك المجاهدون. من هذه المقمورة في بريكة أخذه الجيش الفرنسي إلى مجرى ليقتلوه، ومن مجرى أخذه المجاهدون إلى جبل بوطالب لتحفظه القدرة الإلهية ويعيش. لنترك عملية الموت إلى آخر الرحلة، ولنقم برحلة أخرى في هذا الجبل الأشم، جبل بوطالب في ولاية ستيف. إنه جبل متمرد ككل الجبال في الجزائر، لم يتوقف فيه إطلاق النار يوما واحدا. طائرات العدو دائمة التحليق والمراقبة، والمجاهدون لا يتوقفون عن نصب الكمائن والهجومات الخاطفة والمعارك التي تدوم أياما وأياما. النسور تبني أوكارها في القمم الوعرة في الجبال، وكذلك المجاهدون. وسنرى ذلك عند زيارتنا للمستشفى الخاص بعلاج الحالات الخطيرة في هذا الجبل. بخوش عمار مجاهد يحدثنا عن هذا المستشفى وعن بطلنا محمد عروش. وصلوني عند الأخ هذا، جابوني هنا، طلعوني في القار هذا بالحبل. جابوا لي عروش محمد، كان بليسي خطير. حين ما جابوه لهنا طلعناه المستشفى هذا، المستشفى تبع المنطقة الأولى، ولاية الأولى. يعني هذا هو باب المستشفى؟ هذا هو، والداخل راهو كبير ومخدوم بالكارلاج وفيه مام تريسيتي. كيفاش تعملتوا التريسيتي نجيبوا البطريات نتاع الكماين الكبار. ايوا ونعالجوا لهنا اللي مريض كيما عروش محمد. وعندنا مثال العسه ما نسنجيوهاش، ما تبدلش. العساس دائما موجود. العسه ماهوش غير واحد، كاينه العسه نتاع الجيش تحرير ما تتبدلش. ايوا ما تبدلش خلاص. وعندنا ما يجيو لهنا غير اللي مرض خطير، نقول له احنا مجروح كبير يقعد شهرين ثلاثه باش يخرج منا. وحين ما يخرج منا ما يعلمش باللي ساكن كاين يداوي لهنا، ما عادش يعرف البلاصه هذه. فعلا، لان سي كومباتي ما نقولش عارف البلاصه اللي ايوا جاليها. ما واحد كي يجي ولما يدخلوا لداخل انا كاين ثم البيوت ولا لا كاين بعيد، مسافه بعيده. مسافه بعيده. نقول له احنا نقول له احنا الاستعمار تدخل لهنا ما تقدرش تكشف البلاصه، تزيد لقدام. نقول له احنا قداش المستشفى يحمل، يعني تسع لكم من مريض تقريبا يهز 30-40 مريض. ايوه. والادويه كنتوا تعالجوهم؟ يعني نعالجوهم. وكاين معايا سي الحاج بوليله الله يذكره بالخير، وكاين موجود في قسنطينه. انت كنت مهمتك بالضبط مساعد طبيب. نعم. وعملتوش عمليات؟ نعملوا عمليه لهنا، نجيو من واحد الوقت درنا عمليه كيما هذا الاخ هذا، درنا له عمليه على يدو، عمليه جراحيه على يدو. هاي موجوده طريدك، هاي موجوده ونجح ولا باس. يا هل ترى هذا المركز انا كشفوا العدو ولا لا؟ كانت واحد الوقت يعني شكينا باش يكشفوا العدو. هزينا المرضى نتاعنا بدلناهم، هربناهم، لكن فهمنا باللي من العدو ما كشفوش. ايوه. وردينا المرضى نتاعنا مده 2 ولا 3 في هذيك الوقت، ما رديناهم ما تكشفش. فهمنا من العدو باللي ما يكشفوش. ولا العلاج عموما في المنطقه هذه في الولايه؟ العلاج عندنا ممرضين خاصين. ايوه. عندنا ممرض تابع الكتائب نتاع جيش التحرير. ايوه. مثل اللي يعالج الكتيبه. وعندنا نقول له احنا كانت ممرضات ثاني. ايوه. في القسمات. وعندنا نقول له احنا العلاج الشعبي يعالج وحده والجيش يعالج وحده. والادويه كانت شويه متوفره ولا ساعات؟ كاين عندنا موجود الادويه كل شيء. الشيء اللي نقول له احنا وعندنا الادويه. ما أروعك أيها الجبل وما أشد مناعتك. هل يمكن لأي متجبر أن يقهرك؟ لقد حاول الكثيرون وانكسروا، وبقيت شامخا عنوانا للإباء. قداش قعدت في هذا المستشفى اللي في جبل بوطالب؟
المستشفى قعدت فيه حوالي 3 شهور و12 يوم. في أي سنة هذا الشيء كان؟ في 58. أيوة. سنة 58. وكيفاش خرجت منه؟ هذا واحد النهار جا الخبر باللي على بالهم تباع هذا المكان هذا. أي. خرجنا احنا كنا في حوالي 30 أو 40 جندي ولا مش. جريح الكل. جاري حنا عندي. أي. مالا كاينين الصحاح على كل حال والطب اللي معنا. أي. كي خرجونا في هذيك الليله هذيك بالشلفه هكذاك بالخلعه نتاع الاستعمار. خرجونا جابوا لنا زوايل وركبونا على كل حال في الزوايل هذوك في التليس. أي. التليس ركبوني من جملة انا كنت راكب انا وواحد معايا اسمه احمد ولكن النقمه ما نعرفهاش ندوك راهو مقصوص. أيوة. ولا خرجونا رايحين ماناش عارفين وين رايحين في ذاك الليل خادعين من العدو. بالشلفه هكذا بالشلفه جينا في واحد المكان كيما هذا واحد العقبه هكذا. عقبه كيما هذه من الزربه هذيك هما يسوقوا في الزوايل هذيك قطعت حاشك الحزام نتاع البردعه. أيوة. كي تقطع هذاك الحزام نتاع البردعه هذاك جانا هابطين بالتليس بالبردعه كامل بنتوما. بحنا بكل يعني بالمقدر تقبضنا واحد الشجره كيما هذه. أيوة. وشو راه الشجرة؟ الشجره وراها كاف لو كان يعني ما كانش يعني هذيك الشجره هذيك لو كان نربنا مع الكاف ما يبقى فينا حتى طرف. نجا من الموت مرة أخرى، كان هاربا من الموت والموت يلاحقه في كل مكان، ولكن هل يمكن لقوة